هل حسيت قبل كده إن أيامك بتمر كأنها بتتسرب بين إيديك وإن وقتك بيخلص بدون أي إنجاز؟ الوقت هو الحياة، واللي بيضيع وقته كأنه ضيع عمره بإيده. الحكمة دي بسيطة بس بتختصر كل حاجة. عشان كده النهاردة هنتكلم عن مفهوم إدمان تضييع الوقت وإزاي نكسر العادة دي قبل ما تسرق مننا الوقت الباقي من عمرنا. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. في زمن السرعة والتشتت اللي بنعيش فيه، أصبح التركيز عملة نادرة. الإشعارات كتير والمحتوى ملوش نهاية، وكأن كل حاجة متصممة عشان تخطف انتباهك. لكن الحقيقة يا صديقي إن كل لحظة بتضيعها في تصفح من غير هدف أو مشاهدة عشوائية هتسرق من عمرك كتير من غير ما تشعر. عشان كده بنسميه إدمان، لأنك بتكرره على الرغم من إنك عارف أضراره، لأنه بيتحول لعادة يومية بتلجأ ليها للهروب من التوتر أو عشان تملى فراغ مؤقت، في حين إنه بيسرق منك فرص حقيقية في الحياة. إهدار الوقت يا صديقي بيضيع منك فرص كتير، سواء في التعلم أو تطوير نفسك أو حتى لحظات إنسانية صعب إنها تتكرر. وأسوأ حاجة إنه بيحول أيامك لفوضى متواصلة. عشان كده بتشعر بالإحباط، لأن كل تأجيل بيأخرك خطوة وكل لحظة ضايعة بتضغط عليك نفسيا. عشان كده يا صديقي في 10 نصايح هتساعدك إنك تسيطر على وقتك. واحد، راقب وقتك. في أول يوم سجل كل لحظة من أول ما تصحى من النوم لحد ما تنام، وهتتفاجئ بالوقت اللي بيضيع منك بدون أي فايدة. وتأكد يا صديقي إن ده هو بداية التغيير. اتنين، حدد أولوياتك بوضوح. اختار 3 مهام أساسية كل يوم وخليها غير قابلة للتفاوض. واسأل نفسك قبل أي تصرف، هل التصرف ده هيفيدني ولا هيضيع وقتي؟ 3، اتبع نظرية بومودورو. ركز على مهمة واحدة لمدة 25 دقيقة وخد 5 دقايق راحة. ولما تكرر الدورة دي 4 مرات خد راحة أطول. والنظرية دي بتساعد إنك تنجح عشان العقل بيحب الوضوح والزمن المحدد. 4، اتحكم في وقت التشتت. حدد نص ساعة يوميا للتسلية الرقمية، وفي غير الوقت ده ابعد تليفونك أو وقف الإشعارات. وحاول يا صديقي تسمح لنفسك بالهدوء. 5، احتفل بالتقدم مهما كان بسيط. راجع أسبوعك وما تبصش بس للحاجات اللي محققتهاش، شوف إيه اللي قدرت تحققه ووثق كل نجاح صغير، ده هيزود إحساسك بالقدرة وحماسك للاستمرار. 6، التغيير مش هيكون سهل. العادات الجديدة بتكون مرهقة في البداية ودي حاجة طبيعية. الألم مؤقت لكن النتيجة دايمة. حاول تشجع نفسك بمكافأة بسيطة كل أسبوع على أي إنجاز حققته. 7، صفي ذهنك. العقل المزدحم صعب ينتج حاجة مفيدة. كل إشعار أو خبر أو فيديو عابر بياخد من تركيزك أكتر من اللازم. عشان كده تابع فقط المحتوى المفيد ليك وحاول تخلي لنفسك لحظات صمت، لأن الصفاء الذهني بيعيدك لنقطة التوازن وساعتها هتقدر تبني وتبدع. 8، اهتم بالبيئة المحيطة بيك. وده لأن البيئة المحيطة بيك يا إما تدفعك للتركيز أو تسحبك للتشتت. نظم مكان عملك وقلل الملهيات، وحاول تملى محيطك بتذكيرات بصرية تعزز أهدافك. 9، احمي وقتك. اتعامل مع وقتك كأنه مورد نادر، ما تضيعوش في حاجة مش هتضيف ليه. وحاول تتوقف عن لوم نفسك لأن الشعور بالذنب مش هيرجع الوقت بس هيسرق الوقت المتبقي. خليك فاكر يا صديقي إن ضياع الوقت سلوك تقدر تغيره، وأهم حاجة ما تستناش الوقت المناسب. ابدأ دلوقتي حتى لو بخطوة بسيطة.